على بركة الله. انطلق تربص المنتخب الجزائري رسميا مع أول الحصص التدريبية بمركز سيدي موسى تحضيرا لمنافسة كأس العالم 2026 وسط أجواء رائعة وحماس كبير من لاعبي الخضر. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش شرع في وضع اللمسات الأولى على المجموعة في انتظار اكتمال تعداد المنتخب الوطني خلال الساعات المقبلة قبل الدخول في المرحلة الجدية من التحضيرات. وشهدت الحصة التدريبية الأولى حضور عدة أسماء بارزة من نجوم المنتخب الوطني الذين ظهروا بتركيز كبير ورغبة قوية في تقديم مونديال مميز يسعد الجماهير الجزائرية. شاهد معنا التفاصيل. قبل ما نبداو في عرض هذا الفيديو ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. باشر المنتخب الوطني الجزائري مساء اليوم الاثنين تحضيراته الرسمية استعدادا لمنافسة كأس العالم 2026 بإجراء أول حصة تدريبية بمركز سيدي موسى تحت إشراف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اللي ركز منذ البداية على خلق أجواء من الجدية والانضباط داخل المجموعة. وعرفت الحصة التدريبية الأولى أجواء إيجابية جدا وسط توافد لاعبي المنتخب الوطني تباعا إلى أرض الوطن خلال الساعات الماضية، حيث ظهر اللاعبون بتركيز كبير وحماس واضح استعدادا للدخول بقوة في التحضيرات الخاصة بالمونديال. كما ركز الطاقم الفني خلال البداية على الجانب البدني وتمارين الاسترجاع تحسبا لرفع نسق العمل خلال الأيام القادمة. ويعول الطاقم الفني للخضر على هذا التربص من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة قبل انطلاق كأس العالم، خاصة وأن الجماهير الجزائرية تضع آمالا كبيرة على هذا الجيل من أجل تحقيق مشاركة مشرفة في المونديال المقبل الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن المنتظر أن تتواصل التحضيرات بوتيرة مرتفعة خلال الأيام القادمة تزامنا مع اكتمال تعداد المنتخب الوطني قبل خوض المواجهات الودية المبرمجة خلال فترة التوقف الدولي، والتي ستسمح للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بمعاينة جاهزية جميع اللاعبين وضبط التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها غمار منافسة كأس العالم 2026. ما رأيكم؟ هل الخضر قادرون على الذهاب بعيدا في المونديال؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.